تعال اقول لك ب 750 جنيه بس هتجيب ايه من يام يام. خش يا عم اتفضل يا باشا منورنا. وانا مش عارف الناس بتعمل لي كميه المنشنات دي كده ليه في فقره الورقه ولا يا جماعه انا بقدم محتوى كوره انتوا نسيتوا. جيب صينيه كبسه بالفراخ من يام يام. هو ده ورك باين ورك صح ورك ده ورك. رد عليا ده ورك. واو. لا نص فرخه ظلمت نص فرخه كام. هجيب طاجن فيه ملوخيه من يام يام. اخرب بيت الملوخيه كرهتني في الملوخيه يا كفايه ملوخيه بقى متنيله عندنا لو عايزها اعملها. وهجيب طشه يام يام. برضو تاني انت برضو خلي بالك انا بحاول اساعدك بحاول اتحايل على نفسي واقنع نفسي باللي انت بتقوله عشان خاطري حاول تساعدني. انت بتحاول تعدد المواهب يعني بتيجي بالطشه اساسا ولا انت عايز تقول حاجه عشان تحسسني ان لا حاجات كتير ما هي بتيجي بالطشه هينفع تيجي من غير الطشه طيب. هتجيب بوله فيها سلطه زبادي من يام يام. ده ايه ده؟ يعني مش تقريبا الزبادي دي ابيتايزرز ده مش ابيتايزرز خليها ابيتايزرز ما مش هينفع اقول لك مقبلات بال 750. العرض ده من يام يام عامل 750 جنيه بس. طب قول لي اعملها ازاي؟ قول لي اعملها يا عم اهو انا هصغر نفسي اهو قول لي نص فرخه وملوخيه بالطشه انا اسف الطشه الملوخيه وشويه زبادي ادفع فيهم 750 ازاي؟ ممكن تقنعني عشان ما احسش ان انا ظالمك يعني. الله يخرب بيت الابيتايزر.